يسعد لي اوقاتكم حبايبي. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة التفاح. المكونات هي بيض، بنحط البيض ومن فوق بنحط الفانيليا وبنحط السكر مع بعض بنخفقهم منيح. هلا بعد ما خفقنا الخليط منيح بنحط الحليب، بنحط معاه الزيت، بنحط الطحين، بنحط البيكنج باودر بننزله. هلا بنخفق الخليط منيح لحتى يتجانس مع بعضه. بعد ما خفقناه بنحط القرفة، بعدين بنصبه بقلب القالب. هلا القالب انا دهنته بالزيت وحطيت له طحين. بنحط شوي من الخليط وبنجيب تفاح مقطع بنصفه بهذا الشكل. بعدين نرجع بنحط من الخليط. بعد ما رجعنا حطينا طبقة تفاح بنحط من الخليط، بنرجع بنحط طبقة تفاح تانية، هنا حيكون طبقتين تفاح. بنرجع بنحط من الخليط اخر شي، بنحط الخليط كامل وبنحط على وشه بنرش سكر بودرة. طبعا هذا رأي شخصي، اللي بيحب يحط سكر بودرة. هلا صار جاهز، حنحطه بالفرن. وهلا الكيك صار جاهز. صحة وهنا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لايك. بتمنى الفيديو يعجبكم.